بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. الحديث 16 و17 من الأربعين الحديثية في آداب المساجد. باب جواز إدخال الصبيان المساجد. عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها. متفق عليه، والحديث وهذا لفظ أبي داود. وعن عبد الله بن شداد عن أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل حسن أو حسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أخرجه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح. في هذين الحديثين بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرحمة وحسن الملاطفة للأطفال، حيث لم يقطع على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره. وفيه جواز حمل الصغير في الصلاة، وخاصة إذا خشي عليه الضياع أو العبث في المسجد أو إيذاء الآخرين أو ما أشبه ذلك. وفي أن بعض أفعال الغير أو الأفعال اليسيرة في الصلاة لا تفسد صلاة المصلي، مثل أن يركب الطفل على ظهره أو يحمل المصلي طفلا. وفيه الحرص على تعليم الصغار ودخول المساجد والتعود على الصلاة فيها. وفي أنه ينبغي لولي أمر الطفل المحافظة عليه بحيث لا يشوش على المصلين، فيكون واقفا بجواره ولو كان في الصف الأول. وفيه أن إدخال الصغير للمسجد من السنة ليعتادوا عليها ويتعلموا كيفية الصلاة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله